حبايبي الحلوين عاملين ايه؟ اهلا بيكم. لو اول مره بتشوفوني انا دعاء ودي قناتي. النهارده بقى يا جماعه عاملين كنافه بالعجوه. عايزه اقول لكم طعمها بجد خطير، طعمها في حته تانية خالص. يعني حلو ومغذي في نفس الوقت. خطيره. بصي عامله ازاي، متماسكه ولونها ذهبي من فوق ومن تحت، واخده لون حلو جدا ومتماسكه معاكي ومقرمشه كده، والعجوه طريه. فيعني طعمها في البق كده بيوديكي في حته تانية خالص. بصي عامله ازاي، خطيره. يلا بقى نشوف الكلام الحلو والكنافتنا الحلوة دي عملناها ازاي. بس الأول نصلي ونسلم على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ويلا على طول ندخل على المقادير والطريقة. أول حاجة هعمل الشربات. بحط على البوتاجاز كده كوبايتين من السكر، وبحط عليهم كوباية من المية، وبسيب السكر لحد ما يدوب، مش بقلبه بالمعلقة ولا أي حاجة. وأول ما السكر يدوب معايا بعصر نص ليمونة، واسيبه بقى يغلي 7 دقايق، من 7 دقايق ل10 دقايق على البوتاجاز على نار هادية. وبعد كده بطفي عليه وكده اسيبه بقى يبرد، وكده الشربات بتاعي بيبقى جاهز معايا. بعد كده بقى هروح للكنافة. عندي هنا نص كيلو من الكنافة، بكون حطاه في الفريزر قبلها بيوم واطلعه. بيتفك معايا كده، بكسرها بسهولة، بتتكسر معايا علشان تبقى اسهل في ان انا اكسرها. لو هتستخدمي كنافة فريش عادي جدا برضو، بتقطعيها كويس قوي او بتحطيها في الكبة وتبقى معاكي بودر بالشكل ده، علشان تبقى جاهزة معاكي وتديكي نتيجة كويسة. بعد كده بقى عندي الكنافة، وعندي سمنة، حوالي كده كوباية من السمنة ومعلقتين كبار من السكر البودر. وبصي هنا بقى العجوة بتاعتي بتيجي قالب كده بالشكل ده من السوبر ماركت، قالب عجوة كده، وانا باخدها بقى وبقطعها ترانشات بالسكينة كده. يعني سمك القطعة حوالي كده سنتي. زي ما انت شايفة معايا كده بقطعها واخليها بقى كده جاهزة معايا علشان احشي بيها الكنافة بتاعتي. بعد كده بقى بنعمل ايه، بنجيب الكنافة بتاعتنا واحط عليها بقى السمنة، واقلبها كويس واغلفها كويس بالسمنة زي ما انت شايفة معايا كده. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. بعد كده بحط بقى معلقتين السكر اللي معايا. السكر البودر هنا بيعمل لي ايه، هو اللي بيديني اللون الموحد بتاع الكنافة، وبيخليها تاخد اللون الذهبي الحلو ده من فوق ومن تحت، ويبقى شكلها ولونها حلو معايا جدا. بعد ما بغلف بقى الكنافة بالسمنة وأقلب السكر كويس فيها، أجيب بقى الصينية بتاعتي. أنا الصينية هنا بتاعتي مقاس 26، ممكن تستخدمي 26 أو 28، وتدهنيها كويس جدا جدا بالسمنة من كل الاتجاهات، تدهني الجوانب كويس وتدهني القاعدة بتاعة الصينية كويس، علشان لما تيجي تقلبي الكنافة ما تلزقش منك. الخطوة بقى اللي بعد كده، ودي أهم خطوة في الموضوع كله، إن أنا بجيب نص كمية الكنافة بتاعتي وبحطها في الصينية من تحت، وأدوس بقى جامد، أضغط كده عليها وأكبسها كويس جدا جدا جدا، علشان أضمن إن الكنافة بتاعتي تبقى متماسكة وما تفرولش مني. زي ما انت شايفة كده، ممكن تجيبي صينية مقاس أصغر وتضغطي بيها بحيث إن انت تكبسي الطبقة اللي تحت دي كويس قوي. بعد كده بقى هجيب قطع العجوة اللي انا مقطعاها، وابدأ بقى ارصها في على طبقة الكنافة بتاعتي بالشكل ده زي ما انت شايفة. اهم حاجة ان الطبقة اللي تحت تكون مضغوطة كويس جدا، واوزع بقى بحيث ان انا ما اخليش اي مكان فاضي. اوزع كده العجوة معايا بحيث ان انا كل المكان عندي يتغطى بالعجوة، وتبقى العجوة كده في الكنافة بتاعتي كلها زي ما انت شايفة كده. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بس كده زي ما انت شايفة معايا غطيت كل العجوة، كل الكنافة بالعجوة. اجيب بقى النص التاني من الكنافة وانزل بيه على الصينية، وبصي بقى اضغط تاني، ارجع اضغط كويس جدا جدا جدا. الخطوة دي مهمة جدا عشان الكنافة بتاعتي تتماسك وما تفرولش زي ما بقولك كده، وتبقى كلها فوق وتحت ماسكة في بعضها. بصي بضغط كده كويس جدا. بعد كده بقى بلم الجوانب كده على بعض، يعني بجيب اللي فوق واللي تحت بدمجهم مع بعض بالشكل ده. بصي كده بعمل ايه، بلف بصوابعي كده على اطراف الصينية، واجيب اللي تحت واللي فوق مع بعض بالشكل ده. وبعد كده ارجع اساوي الوش تاني كده اهو، وارجع اساوي الوش تاني كده. الكنافة بتاعتي اضمن انها تبقى متماسكة، مش اللي فوق يبقى معزول واللي تحت لوحده واللي فوق لوحده، لا، بالشكل ده.
اضغط كويس جدا، وبعد كده ادخلها على فرن على درجة حرارة متوسطة لحد ما تتحمر معايا وتاخد اللون الذهبي. لو احمرت من تحت ولقيت الجوانب بتاعتها كلها محمرة ولسه ما هتاخد وقت انها تتحمر من فوق، لا، في الحالة دي بتطفي الفرن، بتولعي الشواية بتاعتك وتخلي بالك معاها تلون بس من فوق وتطلعيها على طول، وتسقيها بقى بالشربات اللي احنا جهزناه. طبعا الشربات بيكون تقيل بارد، اهم حاجة ان الكنافة بتبقى سخنة والشربات بيبقى بارد. الشربات تقيل علشان هو برضو اللي بيساعد في ان الكنافة بتاعتي تبقى متماسكة. لو الشربات خفيف الكنافة بتاعتك هتتفرول برضو وتتكسر منك. بعد كده بقى بغطيها واقلبها، ودي خطوة مهمة جدا جدا علشان الكنافة تبقى طرية معايا وتتشرب الشربات بتاعي من فوق ومن تحت كده على طول. بصي اتقلبت معايا بكل سهولة ازاي، علشان انا دهنة الصينية بتاعتي كويس جدا. بصي جمالها بقى لما اتقلبت، بصي لونها والعجوة كده باينة منها، خطيرة. بس برجع اسقي تاني كده شربات علشان اضمن ان الشربات بتاعي متوزع كده في كل الكنافة بتاعتي. الشربات الحلويات الشرقية عموما بتاخد كفايتها من الشربات، والزيادة بتقدري تصفيه بعد كده، لكن طول ما هي بتشرب اديها، هتاخد كفايتها والباقي هيفضل معاكي في الصينية. بصي بقى شكلها ولونها وجمالها، عايزة اقولك بجد تحفة جدا. بصي عاملة ازاي، يعني تحفة، والعجوة منظرها خطير. نرجع بقى نقطعها مع بعض. طبعا بتقطعيها التقطيعة اللي انت عايزاها زي ما انت عايزة، تقطعيها مربعات، تقطعيها مثلثات. انا هنا اخترت ان انا اقطعها مثلثات علشان العجوة تظهر معايا كده ويبقى شكلها باين معايا، وفي التقديم بتبقى حلوة جدا جدا. بس كده. بصي بقى بتتقطع، وبتتقطع معايا بسهولة جدا، وانا بقطعها مش بتتفتفت مني ولا بتتكسر مني. ده برضو علشان هي متماسكة، علشان انا مسكت زي ما شايفة كده انتي معايا الطبقات متماسكة ازاي، اللي فوق مع اللي تحت. وكمان الشربات بتاعي ساعد في انها تبقى متماسكة معايا. كل دي عوامل بتخلي الكنافة بتاعتي تنجح وما تبصش وتطلع زي بتاعت بره واحلى كمان. شايفين جمالها عاملة ازاي؟ بصي بقى العجوة، بصي الكنافة خطيرة. عايزة اقول لكم الطبقة اللي بره دي مقرمشة، وبعد كده من جوه بقى طرية كده ودايبة، تاكليها كده بتدوب في البق بجد، يعني تحفة جدا. يلا جربوها، وان شاء الله انا واثقة انها هتعجبكم جدا، وهستنى تطبيقاتكم وتعليقاتكم، لان بجد رأيكم بيهمني جدا وبيفرق معايا جدا جدا. يلا بقى ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من وصفاتي على القناة. ولو عايزين اي وصفة قولولي في التعليقات وان شاء الله هعملها لكم. ويلا باي باي، ونتقابل في فيديوهات جاية كتير مع بعض ان شاء الله. يلا باي باي حبايبي.